مطعم بيت النجار ده مش اعلان، احنا معديين كده استوقفنا يافطة الخير في قلبنا لغاية ما نقابل ربنا. مطعم بيت النجار يقدم وجبات مجانية لغير القادرين. أنا عايزة أعرف يعني إيه يقدم وجبات مجانية لغير القادرين؟ يعني أي حد معدي كده هيدخل ياكل ببلاش؟ معقولة؟ هندخل نشوف بيت النجار. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ ازيك يا باشا؟ منورانا والله. والله انت اللي منورنا. ده النهارده عيد عشان ريهام سعيد عندنا النهارده والله. ربنا يخليك. قولي بقى ايه الاخبار؟ الاخبار طبعا احنا بنعمل اكل شرقي فاخر معمول بتكنيك معين. طبعا انا بقالي 18 سنه في الشغلانه دي. حتى بصي المحشي وهو ني بصي لازم اشرب منه الميه اللي نازله منه كده. وادي احلى ملوخيه هتشوفيها في بيت النجار. دي الشقه يعني لازم نشهق كده اهي. احلى ملوخيه في بيت النجار اهي. شغل فاخر ومن الاخر. قول لي ايه حكايه ان نقدم المأكولات لغير القادرين دي؟ معقوله اي حد معدي بيخش ياكل؟ والله العظيم اللقم بتشيل النقم. احنا اتعلمنا كده من الناس اللي احنا طبعا اشتغلنا عندهم ومعاهم وتعلمنا من الناس. بس ده اليافطه دي مش بتخلي كل اللي معدي يدخل يقول لك من غير فلوس حتى لو قادر؟ ايوه لا عادي يعني هي اللقم بتشيل النقم ما دام احنا في نيتنا ان احنا نعمل خير خلاص. الحمد لله احنا شغالين من الظهر لغايه مثلا الساعه 1 2 بالليل. تمام بنفس الخامه بنفس كل حاجه حتى لله من نفس الاكل بتاع العميل. ايوه اللي ده ما بتلاقيش ناس كده يعني ايه بتستعبط تدخل لا تقول والله. لا والله عايزين ناكل ببلاش؟ لا والله لا فعلا يعني لا. واحب ارحب بيكي واقول لك ان الشيف ايمن النجار مش بتاع شاكوش ومنشار. الشيف ايمن النجار بتاع طهي على البخار. ده ايه ده؟ احلى كلام لاحلى اعلاميه انسانه في جمهوريه مصر العربيه. انا النهارده عيد بالنسبه لي ان انت تشرفينا وتشوفي احنا بنعمل ايه. اهو بيت النجار هو اصل الاكل العربي. اهو ليه؟ عشان طهي على البخار. بصي الكلام عامل ازاي؟ ده بخار. بصي كمان ودي الشوربه بتاعه المحشي اللي هي بيور اللي احنا شوربه محشي تحطها على المحشي. ورينا أيوة. بتحطها ازاي بقى؟ المحشي دخلي دي جوه ودخلي دي جوه. وطبعا احنا عملنا حاجه جميله جدا. احنا عملنا ممبار وحشيناه دولار. يعني ايه بقى ممبار حشيناه دولار دي؟ والله يعني لان الموضوع ده هو اللي شاغل السوشيال ميديا وشاغل الناس كتير قوي. ان الدولار طالع والدولار نازل الدولار طالع والدولار نازل. فانا عملت كده زي زمان قوي. زمان كانوا بيحطوا ربع جنيه في الحلاوه او الشيبسي او الحاجه عشان تحسين تكسب يعني او تكسب او كده ونشجع الناس. وهنا بيت النجار بهجه. فحطيت دولار في الممبار. فحطيت دولار اهو حضرتك بالممبار. اديني واحده بدولار اهو يا باشا. ده كذا واحده مش واحده بس اهو بجد. افتحها كده اهو ومتحمر ومسلوق و100 100 عشان يصورها اهو. افتح. متحمر ومسلوق و100 100 اهو. ادي احلى. والرز مستوي اهو جميل. فين الدولار بقى؟ الدولار اهو. ادي الدولار. ادي الدولار جوه قلب الممبار اهو. انا هفتح كده وهطلع لك الدولار اهو. ده بيبقى كادو من المطعم لعملائنا في كل مكان اهو. بيت النجار ومش دولار فيك والله العظيم. ده دولار حقي يعني مثلا بمبلغ دلوقتي اهو ما بيحصلوش حاجه. في عميل بياخده في عميل بيدوني تاني عشان ده ب 30 جنيه ده ب 60 جنيه او ب 30 جنيه اهو. تاني غيره يا باشا اهو غيره اهو. ادي الممبار الجميل اللذيذ لو تدوقي حته ماشي منها واهو. وادي غيره الممبار جوه الدولار بجد. والله. وفي ناس بتكسب. ايوه في ناس بتكسب. انا بحط في كل كيلو بس ما بتجيش مثلا واحده ممبار تقول لك ايه ده انا اكلت الدولار. لا هم عارفين ان انا بعمل الموضوع دوت كفكاهه واذا دعايه قصدي ما حدش قطمه قبل كده. لا بيبقى باين. انا بعرفه خلي بالك ان في دولار نصيبك طلع. احنا عملنا النهارده 5 دولار بعنا 5 كيلو ممبار. فبنحط مثلا في كل كيلو حاجه. دي حاجه. بص الممبار اهو وفتحه وطلع منه الدولار. افتح دي لك زي كيس الشيبسي. بص بالتقدم يعني كيس الشيبسي ده كان فيه ربع جنيه فيه 5 صاغ فيه مش دلوقتي بقى فيه دولار في الممبار. ايوه يعني وفي حاجه تانية بتكسب ولا هو الممبار عندك اللي بيكسب بس؟ اي حاجه بتكسب يعني. انا عميل كان عندي بمبلغ مثلا انا بنزل له ليه. احنا بنحب نقابل العميل. انا اصلا من ذو الهمم وبشغل معايا اللي من ذو الهمم. يعني انا عندي عجز في دراعي وما رضيتش طبعا استسلم وقلت لا ادور موتوري واستنى دوري. بنعمل طاجن حمام مجرم قوي 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 قوي. ايه ده؟
إيه ده؟ مين بقى علمك الطبيخ؟ انا اتعلمت من حوالي 18 سنه، كنت بسافر مع والدي الخليج بره. اتعلمت على ايد ناس ايرانيين وباكستانيين وبيعملوا اكل فاخر لبشوات الدوله. فانا جيت نفذت الموضوع هنا واشتغلت في كذا بلد، اشتغلت هنا لغايه لما عملت حادثه، فبدات ان انا افكر في موضوع المطعم. لكن انا مش بتاع مطاعم، انا مش راجل تجاري، انا بشتغل كده. تبقى زحمه الصبح، احنا على فكره دلوقتي الساعه 4 الصبح. لا ده موت، ده موت. انا بصحى الساعه 7 ادي والله. الشوربه في اهي. حد الساعه 7 بياكل ملوخيه وحمام؟ لا انا بصحى من الساعه 7، الحريم اللي معايا، انا معايا 16 واحده بيلفوا بقى المحشي. لا يسلقوا وانا اخش اعمل حط الشوربه احسن هيتحرق. اهو لا ما يتحرقش، طول ما هو كده ينزل شوربته. ليه؟ احنا في الشتاء. بص حضرتك اهو، يا سلام، ايه الجمال ده. وسقسق وسقسق اهو، لازم الحله كده. انا هوريك الحله دي مستويه، مش عاملينها مخصوص، لا هو طول النهار. دي شوربه فراخ دي ولا شوربه؟ لا دي شوربه عكاوي وكوارع. شوربه عكاوي؟ عكاوي ما هو لو انت ناوي لازم تيجي عند الشيف ايمن النجار وتاكل عكاوي، عارفه ليه؟ لو انت ناوي اهو. حضرتك تمسكي الطبق وانا اطلع لك بس واحده عكوايه. بصي ايه ده، مش هتطلع من الطاجن. بصي ايه ده، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده. بص ايه ده، بص الريحه عامله ازاي. يا ريت الكاميرا يكون ليها مناخير عشان تقول لنا الريحه عامله ايه. طبعا عمري ما دقت الحاجات دي، بس العكاوي ده انا كنت يعني بشتغل صحي. بس هو شكله يعني جبار.